يا مساء الفل عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده بقى هعمل معاكم صينيه بطاطس بالسجق خطيره. عايزه اقول لكم البطاطس كانت دايبه دوب والسجق كان مستوي وطعمه تحفه. يلا بينا نشوف المقادير والخطوات. معايا بقى نص كيلو سجق، معايا كمان بطاطس، ومعايا خضار، معايا 3 بصلات، معايا 3 قرون فلفل صغيرين خالص، معايا كمان قرن فلفل حامي، ومعايا طماطم. هبتدي بقى ان انا اقطع الخضار ده واحده واحده. هقطع معاكم البصل الاول. جبت بوله. هبتدي بقى ان انا اقطع البصل جوليان. بصي بقى، عشان تقطعي البصل جوليان لازم تقسمي البصلايه نصين وتشيلي الحته اللي بتبقى تحت دي عشان البصل يتقطع معاكي وتقدري تفرديه من بعضه. انا هقطع الكميه كلها، بصي، عشان تفرديه كده. ده اسمه جوليان او جوانح. خلصت انا بقى كميه البصل كلها اللي معايا قطعتها. هبتدي برضو ان انا اقطع الفلفل شرايح صغيره خالص تكون رفيعه عشان تستوي بسرعه. زي ما انتم شايفين كده قطعت الفلفل برضو بتاعي. هبتدي برضو اقطع الطماطم بتاعتي قطع جوانح او جوليان زي ما انتم شايفين كده. خلصت الكميه كلها كده، بقى معايا الخضار بتاعي جاهز، البصل بتاعي جاهز والفلفل والطماطم. هبتدي بقى ان انا اقشر البطاطس. انا معايا 3 بطاطسات كبار تقريبا، دول كيلو. قشرتها وغسلتها كويس جدا، وهبتدي بقى ان انا اقطعها شرايح، مش تخينه ومش رفيعه، مش رفيعه عشان ما تتهريش ومش تخينه عشان تستوي بسرعه. زي ما انتوا شايفين كده بالطريقه دي. قطعتها كلها وحطيت عليها ميه عشان ما تسودش. هبتدي بقى ان انا الاول ادي السجق بتاعي تشويحه كده خفيفه. حطيت بقى الصينيه دي على النار، حطيت فيها رشه زيت صغيره خالص. واصلا السجق بيبقى فيه الدهون بتاعته، بس انا حطيت رشه صغيره خالص عشان ما يلزقش مني. هبتدي بقى اديله تشويحه كده خفيفه، اقلبه بقى يمين وشمال بحيث ان هو ياخد زي صدمه كده، وابتدي اطلعه تاني في الطبق. وهنزل بقى بالبصل مكان السجق. طبعا السجق نزل الطعم بتاعه والدهون بتاعته في الصينيه، فالبصل طبعا هياخد من طعمه. نزلت بقى البصل، هديله بقى تشويحه كده، احط له شويه ملح بحيث ان هو يدبل بسرعه، شويه ملح وفلفل اسود زي ما انتوا شايفين كده. واقلبه بقى تقلبتين كده، وبعد كده هبتدي ان انا انزل عليه بالفلفل بتاعي واسيبهم بقى يتشوحوا مع بعض، الملح البصل مع الفلفل زي ما انتوا شايفين كده بالطريقه دي. اديهم تشويحه كويسه بحيث ان هم ياخدوا من طعم بعض ومن طعم السجق اللي نزل في الصينيه. هبتدي بقى ان انا انزل عليهم كمان الطماطم واديها تقليبه معاهم، واسيبهم يتسبكوا. هنزل عليه بقى بالتوابل بتاعته واسيبهم يتسبكوا مع بعض كده زي ما انتوا شايفين كده. وصفة بسيطة خالص ومفيش فيها اي مجهود ولا مكلفة ولا اي حاجة. غطيت عليها بقى عشان تتسبك شوية، وهبتدي ان انا انزل بالتوابل بتاعتي واحط لها شوية مية صغيرين خالص، يعني قد 3 معالق مية كده بحيث ان هي ما تلزقش. هبتدي بقى انزل بالتوابل بتاعتي، ده فلفل اسود و توم باودر. كمان هحط رشة قرفة صغيرة خالص زي ما انتوا شايفين كده. هو طبعا السجق بيبقى متبل اصلا وفيه التوابل بتاعته كلها، بس انا حطيت حاجات بسيطة خالص عشان البطاطس والخضار. حطيت كمان ملح، معلقة صغيرة ملح مش مليانة قوي. وهديهم بقى تشويحة كده مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هبتدي بقى ان انا اطفي النار. طبعا ولعت الفرن يسخن، وهنزل بقى بالبطاطس اللي انا مقطعاها دي عليهم، وهقلبها بقى البطاطس مع الخلطة بقى الخضار بتاعي ده كله، اقلبهم كويس جدا مع بعض. وبعد كده هبتدي ان انا انزل بالسجق بتاعي على وش البطاطس، واحط له نص كوبايه ميه بحيث ان هي لما تدخل الفرن ما تنشفش. وهغطيها بقى بورق فويل. ولعت الفرن من تحت، وهحط الصينيه من فوق، احطها في الرف اللي في النص عشان ما تنشفش. جهزت بقى كمان معاكم رز وشعريه. هعمل معاكم رز بشعريه. طبعا احنا عارفين ان اي صواني لازم جنبها رز بشعريه، مش رز ابيض. اي صواني في الفرن او على البوتاجاز عموما لازم جنبها رز بشعريه.
فانا بقى حطيت زيت في الحله وحطيت شويه شعريه. هبتدي بقى ان انا اشوحها زي ما انتم شايفين كده لحد ما لونها يبقى جولد. وبعد كده هحط كوبايه ميه صغيره خالص للشعريه واسيبها تغلي غلوه بسيطه بس، وبعد كده هنزل عليها بالرز. طبعا الرز انا غسلاه ونقعته وحاطه له عقد وكل حاجه وحاطه له الملح بتاعه. هديله بقى تقليبه كده وابتدي بقى ان انا اغطي عليه والنار عاليه زي ما هي. لما يبتدي يغلي ابتدي اوطي النار شويه، ولما يتشرب ميته هحطه بقى على نار صغيره، على عين الصغيره. ولما ينشف خالص هبتدي بقى ان انا اقلبه. هنا بقى كانت الصينيه بتاعتي خلاص استوت. شايفين الجمال والحلاوه؟ بجد عايزه اقول لكم ان كان طعمها يشهي. انا شلت الفويل من عليها ودخلتها تحت الشوايه بالظبط 5 دقايق. شايفين الجمال؟ البطاطس كانت دايبه دوب، واخده من طعم السجق، والسجق كان مستوي سوا بجد تحفه. عايزاكم تجربوها وتقولي رايكم في الكومنتات. ابتدي بقى ان انا اغرف معاكم. شايفين الجمال؟ بجد البطاطس كانت مرمله ودايبه كده، وكانت حاجه واو. شايفين بقى الرز بتاعي مفلفل، بجد رز يتاكل حاف، هو مش محتاج حاجه تتاكل جنبه اصلا. شايفين الجمال؟ ابتدي بقى ان انا اغرف معاكم طبق رز برضو. نجيب البولة دي ونحط فيها الرز ونضغطه، بعد كده اقلبه في طبق تاني. شيل الحلة عشان تشوفوا كويس. ابتدي بقى ان انا اقلب الرز. انا كان عندي بولة اللي هي المزجزجة كده زي الوردة، بس انا عملت فيها كتير قلت اغير. بصوا بقى، انا عايزة اقول لكم ان الطعم كان خيال. خد بقى حتة كده وندوقها. بصوا البطاطس يعني مش متحملة اصلا، بتتقسم على طول. شايفين السجق والسوا بتاعه من جوه عامل ازاي؟ عايزه اقولك بقى، لو وصلتي لحد هنا في الفيديو لسه ما حطيتيش لايك حطي لايك، ولو انت مش متابعاني اعملي سبسكرايب.